اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. معانا قصه لجريمه فظيعه جدا، قصه لواحده قتلت جوزها ومش بس كده، لكن الغريب ان المحاكمه بتاعه الست دي كانت هتنتهي بالبراءه واثبات انها مش القتل. والفريق القانوني اللي معاها شويه المحاميين جابوا كميه ادله وكميه حاجات تثبت انها بريئه، على شويه شهود على حبه كلام زي ده، وهوبا المحكمه كانت هتقول ببراءتها. بس حصلت حاجه غيرت راي المحكمه قبل اخر لحظه من نطق الحكم، واعترفت السيده دي بكل اللي عملته وقالت تفاصيل كامله هنعرفها كلنا. القصه دي حصلت في استراليا، فيلا بينا نبدا نعرف التفاصيل. يلا بينا. فيديو النهارده هنستخدم اسماء مستعاره لان الغرض الاساسي هو الغرض من القصه. دهمه كانت واقفه في قلب القفص بتاع المحاكمه وكانت عماله تفتكر ذكرياتها مع جوزها، وازاي ان المتهمه دي كانت فتاه بتتميز بالعنف، ازاي انها لما قابلت جوزها نسيت الكلام ده كله واتغيرت، ومن هنا قررت انها تبدا حياه جديده. حبته من كل قلبها فعلا، وكانت المتهمه تتمتع بالجمال والرقه، لكن اللي كان عامل دروب شويه انها بدات حياتها كعامله في محل الجزارة، وده كان المكان اللي لقت فيه الشخص المدمن للكحوليات اللي شدها معاه. ومن هنا كانت بدأت تحصل خناقات بينها وبين ديفيد ده اللي هو تاجر المخدرات او الكحوليات، وكان من الطبيعي انها تدافع بايديها وكانت دايما بتتغلب عليه. الغريبه انها كانت ممكن تشيله لفوق وتقوم راميه على الارض، مش بس كده ده كان بيقع مغمى عليه. طبعا الكلام ده كان في اول حياتها، يعني كانت قبل ما تقابل جوزها اللي قتلته. كان ديفيد ده جوزها الاولاني، ولكن بعد مرور فترة طلبت منه الطلاق، وبعد كده سابت المكان وراحت عشان تشتغل في مكان تاني عشان ما تشوفوش. وهنا برضه ما تستغربش، هي شافت مكان في محل جزارة تاني، وهناك بقى قابلت جوزها اللي قتلته. خلينا نقول ان جوزها اللي قتلته اسمه سام. هناك قابلت سام كان بيعمل نادل في احد المطاعم المجاوره، وكان متميز بالطيبه والاخلاق. استمرت العلاقه بين سام والمتهمه تقريبا لمده 5 سنين، اللي خلى المتهمه بتاعتنا تصاب بالاحباط، اللي خلاها انها تخش لاحدى المصحات الصحيه، ما تعبت نفسيا. بعد ما خرجت من المصحه قررت هي وسام ان هما يتجوزوا. الجواز ده اللي نتج عنه انجاب ولد وبنت، لكن المرض النفسي اللي كان في قلب المتهمه ما سابهاش ابدا حتى بعد خروجها من المصحة، لأن سام بكل سهولة كان دايما بيشعر إن هو مهدد معاها، واللي أدى إن سام استأجر شقة بعيدة عن المتهمة، وده أثر في نفسيتها جامد. في يوم من الأيام، ويمكن دي كانت السبب الرئيسي عشان نشوف أبشع جريمة في العالم، كنا اتكلمنا قبل كده في جرائم قتل كتيرة، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت. اليوم ده دخلت المتهمة وراحت طعنة جوزها تقريبا 37 طعنة. طبعا الطعنات دي كانت كفيلة إنها أصلا تموته. الفكرة ما وقفتش لحد هنا، الفكرة انها علقت جثته. تقريبا عملت معاه زي ما كانت بتعمل مع الخرفان في قلب الجزارة. الفكرة انها حرفيا ده اللي عملته، ده علقته بالخطاف اللي هو بتاع اللي بيعلقوا بيه الخرفان في قلب الجزارة، اللي هو الخطاف ده علقته بيه. فصلت راسه عن جسمه وسلخت 4 كيلو من اللحم من جسمه. الفكرة ما وقفتش لحد هنا وبس، لا ده راحت طبخته مع شوية خضار. طيب وقفنا لحد كده؟ لا، راحت كلته وخلت عيالها ياكلوا منه. قصه في منتهى المأساويه وعدم وجود انسانيه. خدت راسه وراحت حطاه في الحله وراحت سايباها على النار تتسلق، وراحت طالعه اوضتها وراحت واخده شويه ادويه كتار قوي للتنويم، خدتهم ودخلت نامت. الفكره بقى تاني يوم لما صاحب سام ما لقاهوش اتصل بالشرطه فورا، لان سام كان قبلها مديله جواب قايل له ان انا لو ما جيتش في يوم من الايام لازم تتصل بالشرطه وتشوفني، عشان هو كان خايف منها. الشرطه تروح البيت عشان تلاقي راس سام بتغلي في قلب الحله. الفكره بقى ما وقفتش لحد كده، الفكره ان هم لما سالوها قالت لهم انها كانت خدت راس منومه كتير امبارح ونامت وما تعرفش اي حاجه. المشهد بشع بكل المقاييس، مجرد ما الواحد يتخيل اللي حصل الواحد بيحس شعور وحش جدا. البيت كان مليان بالدم، لكن المتهمه اصرت انها ما تعرفش اي حاجه وما تعرفش ايه اللي خلى راسه في قلب الحله. الفكره انها صممت تصميم يعني ما اقولكوش عليه في الانكار، انا ما عملتش حاجه. الفكره ان محاكم استراليا في وقتها ما شافتش ابشع من الجريمه دي. الفكره ان المحكمه كانت هتصدر قرار ببراءتها بعد لما شويه المحامين معاها اكدوا انها ما كانتش فاعله، ولكن ده اللي خلى الشك يخش في قلب المحكمه. وبعد شويه حاجات بقى تبع المحكمه
أقرت المتهمة إنها عملت الكلام ده في كامل وعيها. أصدرت المحكمة بالسجن مدى الحياة للسيدة دي مع حرمانها من تقديم أي التماس. لكن الغريب والطريف بقى إنها بعد كام سنة رجعت في كلامها، قالت لهم أنا بريئة، أصل أنا بعاني من اضطرابات نفسية. طبعا المحكمة ما خدتش برأيها لأن مفيش حد مضطرب نفسيا بيقول إن أنا مضطرب نفسيا. المتهمة دي بترسل خطابات بشكل دوري لجمعيات حقوق الإنسان عشان تخرجها براءة. عجب العجاب والله. وبس كده، دي تكون نهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني لايك. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.